وكل من هو موجود مسؤول عن كل حرف سوف ينطقه. أريد فحسب أن أطمئن إلى مصير الحريات، حرية التفكير والتعبير، وحرية الإبداع، وحرية الاعتقاد، وحرية أن يستطيع المصريون، الحرية التي بها يستطيع المصريون أن يختاروا حكامهم وأن يسقطوا حكامهم عن طريق الديمقراطية. هذه هي الحريات التي نريد ضمانة لها. أستاذ أحمد، أنا يعني مدرك لقلقك، مدرك للقلق على مستقبل الحريات والديمقراطية. من النادر أنك أنتم تجدوا في المجتمعات ناس عندها قيم ومبادئ مستعدية تضحي بحياتها عشانها. والحريات دي من المبادئ، وإرادة الناس من المبادئ، وحقوق الإنسان من المبادئ. اللي أنا شايف إن محدش محتاج إن هو يخش في صراع عشان يحصل عليها، ده حقه. كان ممكن قوي في 3/7 نقول يتولى المجلس الأعلى بلاش المجلس الأعلى، المشير السيسي بمجلس رئاسي مشكل من كذا وكذا وكذا وهو على رأسهم، ويتولى الأمور، وكان الواقع هيمشي كده، مفيش كلام. وكنا هنتكلم على ان ما هو ده مسار يا فندم، ده مسار اللي انا بقول عليه، ده كان مسار مش اكتر من كده. ونحن نعاهد السيسي ونعاهد انفسنا على ان نناضل دائما في سبيل حرية التفكير والتعبير وحقوق الإنسان وحق الاعتقاد والتعدد في مصر وتداول السلطة. نعاهد الجميع على أن نظل أمناء على هذه الغاية. طب ضموني معاكم في التعهد ده. أنا بحيي حضرتك، كتر خيرك. حضرتك قلت يمكن ما تعرفوش الجيش، أستطيع التجرؤ والقول أنني أعرف الجيش المصري جيدا، إذ كان لي شرف العمل كمراسل حربي خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر. إسقاط الدولة في مصر يعني إسقاط الشرق الأوسط، يعني إسقاط العالم العربي بالكامل. وقدرنا وقدر مصر وقدر حضرتك أنك تتصدى، لا أقول أنك تتصدى، ولكنك تصديت بالفعل وأنقذت مصر وأنقذت العالم العربي بل والإسلامي، ودافعت عن الهوية المصرية التي سوف يعني أنضم إلى شاعرنا الكبير الأستاذ حجازي في التعهد بالدفاع عنها. الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هو الدفاع عن القيم المصرية، مصر المنفتحة، مصر التي تسمح بالتعايش بين الجميع. أنا متشكر يا أستاذ جمال وكتر خيرك. وبرضو مرة تانية أنا بطمن حضراتكم جميعا على فكرة الحريات والمواطنة وحقوق الإنسان. وإذا كنت حضرتك بتقول إن إحنا يعني حضرتك عارف المكان اللي أنا اتربيت فيه وعشت فيه وعارف ثقافة الناس اللي فيه إيه، أنا بتكلم عن ثقافة الجاهل مش ثقافة المتعلم كمان. سيادة المشير، اسمح لي أدخل معاك في الموضوع دون مقدمة. عجبني جدا فكرة المحاور المتوازية، لكن اسمح لي أقول لك هي ليست متوازية فحسب وإنما متقاطعة أيضا. الثقافة هي العقل. كيف تغير عقل المصريين ليكونوا جنودا قادرين معك على صنع مستقبل مصر؟ هذه هي مشكلتك. على فكرة مش وزارة التربية والتعليم لوحدها وليس الإعلام لوحده، لا، هي منظومة. لازم يكون في ذهنك منظومة ثقافية متكاملة. المنظومة دي تبقى تبع واحد الدولة، 2 المجتمع المدني، وكلا الطرفين يتعاون ويتآزر في تحقيق هذه المهمة المستحيلة الآن. ايه هي الطرفين؟ الطرف الأول الدولة، يعني 5 وزارات على وجه التحديد، لأن هذه الوزارات ال5 معنية بالشأن الثقافي للأمة. 1 وزارة التربية والتعليم، 2 وزارة الإعلام أو الإعلام بشكل عام، 3 وزارة الثقافة، 4 وزارة الأوقاف، لأن عندك حوالي 500,000 واعظ
هؤلاء معلمون غير مباشرين للناس. عندك الوزارة الخمسة الشباب، عندك عدد رهيب من الساحات الشعبية يمكن أن تتحول إلى ساحات للثقافة الشعبية والثقافة الموجهة. الجزء الآخر اللي هو بتاع المجتمع بقى مصر، المجتمع المدني، أنت عندك أحزاب لابد أن يكون لها برامج ثقافية محترمة. فإحنا بنقول لك البرنامج ناقص حاجة مهمة، ناقص خط أساسي من الخطوط المتوازية. الكلام اللي حضرتك قلته كلام جيد جدا، إضافة ليا والإضافة للبرنامج يا أستاذ جابر، وهتشوف أي مقترح وأي نقاش وأي إثراء أي موضوع أنا حريص على كده. مش يعني بقول النجاح عايزين ننجح ولازم ننجح، بس مش بالكلام، بان يبقى في جهد متوازي وجهد متقاطع زي ما حضرتك قلت كده، وسترون ان شاء الله يعني. اصل انا عايز اقول على حاجه، فكره التواصل. انا كنت بقول ايام الفتره الانتقاليه الاولى في المجلس لدينا مشكله هي عباره عن فقد التواصل وفقد القياده الفكريه في المرحله ديت يعني، وبالتالي حصل مشاكل يعني. فانا بتعلم برضو من اخطائنا يعني، فاحنا لازم نتواصل تاني وتالت، وهترون ان شاء الله زي الجلسه دي كده يعني. لو كان لنا قدر او في قدر لله سبحانه وتعالى لازم هنلتقي مره ومره ومره ومرات ونشوف اللي احنا بنتكلم فيه تحقق منه قد ايه، عايز يتطور، عايز يتغير، عايز يتحسن، ونشتغل عليه. لان الهدف نبيل جدا اللي حضرتك بتتكلم فيه واللي احنا قاعدين عشانه كلنا دلوقتي. فبطمن حضرتك وبطمنكم يعني سنلتقي كثيرا ان شاء الله. اتفضل يا فندم. جزيل الشكر والسعادة على هذه الجدية، يعني هذه جدية تعكس اهتمام حقيقي بالثقافة ودورها. وقبل أن أتحدث عن الثقافة أتمنى على سيادة المشير أن يعيد النظر في حالات الشباب المعتقل والمسجون من صغار السن الذين عبروا عن آرائهم بأشكال سلمية، فلا يجوز أن يوضعوا في نفس الوعاء مع من قاموا بأعمال إرهابية. وأريد القول أن هؤلاء الشباب إنما هم نتاج ما زرعناه عبر سنوات طويلة من غياب التعليم وتدنيه وغياب الثقافة، عندما واستولت الجماعات الإسلامية والجماعات الظلامية على المؤسسة التعليمية، فلم يعد في مدرسة مسرح ولا حصة موسيقى ولا حصة رسم. وعندما غابت الثقافة عن المدرسة تضررت مصر كلها. لم يخرج لنا من قدم إسلامي يا مصر فإنني الفدا كسفر علي، ولا ثروة عكاشة من قدم التراث الثقافي الإنساني العظيم. إذن كل المصريون تضرروا عندما غابت الثقافة عن مؤسسة التعليم. ما أريد قوله، نحن نريد خطة وتصور يربط بين الثقافة والتعليم ويعيد إلى مؤسسة التعليم دور المثقف الحقيقي من داخلها. شكرا. نحن الثقافة العربية الإسلامية طول عمرها فيها خطين كبار، الخط المحافظ الجامد الذي انتصرت له كل النظم الاستبدادية في العالم الإسلامي والعربي، وهمشت الاتجاهات العقلانية والتجديدية منذ نفي ابن رشد من بلده وأحرقت كتبه حتى الآن. تتكرر هذه المهزلة حتى في تاريخنا الحديث، حيث يجري عزل المفكرين التجديديين وعزل الأفكار التجديدية الخاصة بالمرأة والإبداع والفن بصفة عامة، والتأكيد على ما هو جامد وخارج العصر، وهو ما دفع بجماعات اليمين الديني إلى السلطة في أكثر من بلد عربي وإسلامي، لأنه لم تكن هناك أي حركة جريئة قوية للدفع بالتوجهات التجديدية التي تقرأ النصوص الدينية قراءة عصرية ومستنيرة تفتح الآفاق للمستقبل وتستلهم كل القيم العليا في كل الديانات وفي كل الفلسفات وفي الثقافات الإنسانية. شكرا جزيلا يا سيادة المشير. أستاذة فريدة، هننزل حضرتك يعني على النقطة الأخيرة فقط. النقطة الأخيرة دي محل اهتمام كبير جدا مني شخصيا، مش بس كبرنامج الحقيقة، لأن أنا الإشكالية اللي احنا عايشينها بقى لنا سنين، مش بس في السنة بتاعت
التيار ده في الحكم. لا، احنا عندنا اشكاليه في موضوع الدين بقى له النهارده اكتر من 40 سنه تقريبا. صحيح كانت موجوده قبل كده لما بدات الفكره في العشرينات او الثلاثينات من القرن الماضي، لكن الموضوع ده ابتدى يتراكم. وانا اسف اذا كان حضرتك بتقول ان الرئيس ممكن ينافق شعبه، فانا ممكن اقول الرئيس نافق في بعض الرؤساء نافقوا هذه التيارات وتصوروا انه بنفاقهم هيستطيعوا ان هم يحيدوهم او يثبتوهم، وده ما حصلش ومش هيحصل. وعشان كده كان برضو موقفي واضح من ده، وقلت لن يكون. ومش لن يكون لان انا في عداء مع حد بالمناسبه. يعني انا برضو مش هاخد من حضرتك كلمه المؤاخاه. اخي مين؟ لا يعني اخي مين؟ يعني انا هعتبرها ده اسقاط للمؤاخاه في حاجه. اخي مين؟ يعني لا انا عارف انا بس عايز اقول دي، ما هو ده احد التحديات اللي موجوده. انا فاهم بس انا حبيت ان انا اجيبها يعني لان هم اشكاليه حقيقيه، لان هم اشكاليه حقيقيه موجوده في المجتمع، لكن في قراءه فكريه خاطئه حرفت الدين ده عن مكانه. وده احد النقاط اللي انا بعتبر نفسي مسؤول عنها مسؤوليه حقيقيه، لان حقق امام الله عنها ان انا ما دافعتش عن دينه وما دافعتش عن مكانته في الارض، وخليت الناس تقدمه بالشكل الذي لا يليق به سبحانه وتعالى. فدي موضوع بقى يعني بعيدا عن الثقافه وبعيدا عن الوطن وبعيدا، ده موضوع تاني خالص بالنسبه لي. الهاجس اللي جوايا دلوقتي هو استعاده العقل المصري. العقل المصري اللي كان عليه لغايه جيل مثلا دكتور جابر عصفور، لغايه الستينيات اللي كان الحقيقه كان عقل يفتخر به، يعني العقل الذي صنع عقول المنطقه العربيه كامله. هذا العقل الان مهدد او داب الحقيقه، وهو السبب في يعني انا دايما يقولوا في اعداء مصر الجهل والفقر والمرض والفوضى، انا بقدر الخصهم في الجهل، وهو عايزه اقول انه تجهيل عمدي، يعني مورس على الشعب المصري طوال 50 سنه من بدايه يعني من بدايه ال 52 او كذا، يعني فعلا تجهيل لصالح الحكام لصالح الحكومات. هذا التجهيل هو الذي اودى بنا، هو اللي جاب لنا الاخوان. هذا العقل ازاي يعني ايه خطتك عشان تستعيده تاني؟ انا يعني اراهن عليك بشده. شكرا. انا بس عايز اقول لك سعاده العقل، حضرتك قلت المرض وعلاجه. العقل وجنب المنظومه اللي الاستاذ جابر قالها، احنا هنشتغل على ده، هنشتغل بجد. وعشان كده مش هتنفصلوا عني، والاعلاميين مش هينفصلوا عني، لان هي كتله واحده هتقود الراي وتقود الوعي، ما ينفعش انها تنفصل. وعشان هم يقولوا وانا اقول لهم اللي عندي. طب شوفوا حل، يعني زي ما